السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة بقى قررنا ان احنا نبسط الولاد كده، وهنعمل لهم الوافل في البيت بطريقة سهلة جدا ومكونات بسيطة خالص وموجودة في كل بيت. اول حاجة كده بنجيب الجهاز، بنسخنه قبل اي حاجة بنسخنه. لو ما عندناش الجهاز ده يا جماعة، في قالب بيتجاب سيليكون ويتعمل فيه. انا معايا كده كوباية ونص من الدقيق بنخلهم، معايا كمان 3 معالق نشا برضو بنخلهم مع الدقيق اهو بالشكل ده. معايا كمان رشة كده من الملح، معايا معلقتين صغيرين مش مليانين قوي يعني من البيكنج باودر. كل ده بيتنخل كده مع بعضه. معايا كمان 3 معالق صغيرين من السكر. كمان معايا بيضاية. هخلط بس المكونات الجافة دي كده مع بعضها. هنزل بقى بالبيضاية عليهم كده، وطبعا على البيضاية فانيليا. مهم. كمان معايا معلقة من الزبدة الدايبة، ممكن بدلها زيت يا جماعة. وهخلط كل ده كده مع بعضه. هجهز بقى كده معايا كوباية من اللبن هنزل بيها. انا هحتاج في الوصفة ديت كوباية ونص من اللبن، ولكن انا هنزل بأول كوباية كده، وبعدين النص التاني هنزل بيه شوية شوية لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. احنا النص التاني ده يا جماعة مش بننزل بيه مرة واحدة، علشان لو الدقيق بتاعنا ما بيقبلش او كده ما نبقاش ان احنا بوظنا ايه الحاجة. يعني هي مش هتبوظ برضو، لو خفت مننا ممكن نزود شوية من الدقيق. وهبدأ كده اني اخلطهم بقى كويس لحد ما الخليط يدوب خالص وما يبقاش فيه اي كتل. هنزل كمان ببقية النص كوباية كده. انا خلاص خلصت كده، مش هحط اي سوائل تانية، وهبدأ اني اخلط لحد ما اوصل لقوام اللي انا عايزاه. شايفين بقى ناعم جدا، هو زي الكيك كده بس خفيف شوية. بجيب بقى كده الجهاز بفتحه، بحط كده نقطتين من الزيت. لازم الزيت يا جماعة علشان ما يلزقش. وادهن كويس من فوق ومن تحت. احنا اتفقنا اللي ما عندوش الجهاز ده بيجيب قالب سيليكون ويعمل بقى في الفرن، برضو يدهنه زيت ويحطه في صينية. هنزل كده بقى بالخليط اللي عملناه اهو بالشكل ده. هقفل بقى لمدة 7 دقايق، مفتحش قبل كده. اهو شايفين بعد 7 دقايق استوى بقى حلو جدا. ممكن تفتحوا بعد 5 دقايق تشوفوا درجة اللون اللي انتوا عايزينها او عايزين اكتر. شايفين من ورا جميل جدا. انا جبت بقى كده وحدتين وهزين معاكم. كنت عاملة صوص شوكولاتة اقتصادي، لو في حد مش عارفه ممكن يعرفني في التعليقات وهبقى اقوله عادي. وهزين كده. ممكن نزين كمان بسكر بودرة، ممكن نزين بعسل، بأي حاجة موجودة عندنا هنقدر نعمل بيها يعني عادي، مش شرط صوص الشوكولاتة يعني. ممكن كمان صوص كراميل لو حد بيحب الكراميل وموجود عنده. كمان هجيب بقى فاكهة. أنا عندي جوافة وعندي فراولة كده زينت بيهم. تقدروا بتزينوا بأي حاجة بتحبوها أو أي حاجة موجودة عندكم يعني. وده كان شكله، بتمنى يعجبكم إن شاء الله. فرحوا ولادكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.